السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مين فينا ما جربش قبل كده يعمل كيكة في البيت وهو كله حماس وشغف وكمان مستني يشوف الكيكة كده وهي بتكبر وتعلى كده في الفرن؟ بس للأسف فجأة كده بتلاقيها مكتومة أو ما ارتفعتش خالص أو حتى لونها غامق زيادة عن اللزوم. ساعتها بقى بتحس انك عملتي كل حاجة زي ما بيقولوا ومع ذلك النتيجة يعني مش زي الكيكة طبعا اللي كنت بتحلمي بيها. الإحباط ده أكيد يعني عدى علينا كلنا، بس خليني أقولك إن النهاردة خلاص، علشان بعد الفيديو ده مش بس هتعرفي ازاي تعملي كيكة تطلع معاكي مظبوطة وهشة وكمان طرية ولونها فاتح قوي كده، لا ده كمان هقولك على طريقة بجد تجنن علشان الكيكة تطلع معاكي عملاقة حتى لو انتي مبتدئة او اول مرة تدخلي المطبخ. والاجمل بقى ان الكيكة بتاعتنا النهاردة مش اي كيكة، لا دي كيكة ليمون. لما تدوقيها صدقيني هتنسي حرفيا اي كيكة تانية. امانة عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. ويلا بينا نبدأ، بس ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل اي حاجة واهم خطوة، طالما هتعملي كيكة يبقى لازم تطلعي كل المكونات من التلاجة بدري شوية وتسيبيها كده تهدى. معانا 3 بيضات حجمهم وسط مش كبير. اكيد لو البيض عندك كبير استخدمي 2 مفيش اي مشكلة بدل 3. زودي معاهم كيس فانيليا، ولو الفانيليا عندك سايلة يعني مش بودر حطي منها ربع معلقة صغيرة بس. بلاش برضو تكتري من الفانيليا علشان الطعم ما يكونش فيه مرارة. هتضيفي عليهم كوباية وربع من السكر. وعلى فكرة السكر اللي انا هستخدمه النهاردة ده سكر تموين عادي خالص، لونه غامق زي ما انتم شايفين، بس استني شوية وهتشوفي بعينك لما الكيكة بقى تستوي قد ايه لونها هيبقى تحفة ومبهج كده. الكيكة النهاردة برضو هتتعمل في الخلاط عادي خالص، بس علشان تبقي شايفة كده كل التفاصيل وتكون واضحة معاكي انا هعملها كده بالهاند بلندر، علشان تشوفي كمان قد ايه الموضوع سهل وبسيط. تقدري كمان تستخدمي المضرب السلك اليدوي مفيش اي مشكلة. المهم بقى لازم تخفقي البيض مع السكر والفانيليا كويس قوي. مش مجرد بقى خفقة خفيفة وخلاص، لا خالص، احنا بنخفق السكر لحد ما يدوب تماما، ولازم تخفقيه ويختفي معاكي علشان الخليط يبقى ناعم. عشان كمان السكر لو ما دابش كويس هتلاقي وش الكيكة بتاعتك ملزق وكمان الكيكة استحالة تعلى معاكي. طيب بعد كده هتنزلي عليهم بالزيت، هتملي كده كوباية زيت وبعدين هتنقسي منها معلقتين كبار، يعني تقريبا كوباية الا ربع وعليها معلقة زيادة. هنا برضو خدي بالك لازم تختاري نوع زيت تكون ريحته وطعمه حلوين، لان الزيت بيظهر طعمه قوي في الكيك، وصدقيني فرق الزيت في الكيكة بيبان من اول قطمة، فخلي بالك جدا من اختيار الزيت اللي بتعملي بيه الكيك. بعد ما تحطي بقى الزيت ارجعي اخفقي تاني كويس جدا جدا، هتلاقي بقى القوام يعني بدأ يتقل معاكي شوية وكمان اللون هيغمق حاجة بسيطة. هتحسي كمان ان شكله بقى كريمي اكتر. خلاص كده احنا اسسنا يعني قاعدة الكيك صح، وده اللي هيضمن لك ان شاء الله ان الكيكة بتاعتك تطلع مرتفعة وجميلة. دلوقتي بقى بنفس الكوباية اللي عايرتي بيها الزيت والسكر هتعايري بيها كوباية كاملة من المية. دي مية عادية خالص من الحنفية، ولكن انا عملت حركة بسيطة كده، سخنت المية حاجة بسيطة مش غليان ولا حاجة، انا خليتها دافية بس. طب فايدة ان انا عملت كده ليه؟ هقولك المية السخنة بتنشط الخماير الطبيعية اللي موجودة في الكيك، وكمان بتنشط الجلوتين اللي موجود في الدقيق، وده طبعا سبب كبير ان يخلي الكيكة تغلي وترتفع اكتر من غير ما تبقى مكتومة. المهم بقى تنزلي بالمية كده على الخليط وتكملي خفق حلو قوي، لحد ما تلاقي بقى الوش بتاع الخليط يعني بدأ يعمل معاكي فقاقيع بسيطة كده، كده تبقى انت تمام وماشية صح. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى كده تحطي لايك للفيديو، وكمان تنزلي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان كلنا ناخد الثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب نيجي بقى للنقلة الجامدة جدا اللي هتخلي الكيكة بتاعتك تطلع كده في حتة تانية خالص. هاتي كده ليمونتين محترمين يكون كده حجمهم كبير. لو مش عايزة تعصريهم على طول على الخليط مفيش مشكلة، اعصريهم في الأول كده في كوباية، هتلاقوهم يعملوا معاكي مقدار نص كوباية، يعني حوالي كده نص كوباية عصير ليمون. وارجعي بقى انزلي بيهم كده على يعني بالعصير على الخليط وقلبي تاني كويس جدا. الليمون هنا مش بس هيخلي طعم الكيكة تحفة كده وغني، لا ده كمان هيخلي الكيكة هشة وكأنك بتاكلي سحابة ما شاء الله. يعني هتحسوا الفرق ان طعمها جميل جدا ومميز عن اي كيكة تانية عملتوها. طيب قبل بقى ما نبدأ نحط الدقيق لازم اقولك على خطوة ضرورية ومهمة جدا جدا. روحي بقى في الوقت ده كده بسرعة، بعد طبعا ما خلاص جهزت الخليط السائل شغلي الفرن بتاعك في الوقت ده، وفي نفس الوقت لازم تحضري الصينية اللي هتحطي فيها الكيك. اعملي حسابك برضو ان الصينية تكون مدهونة كويس جدا، سواء بقى هتدهنيها زيت هتدهنيها سمنة هتدهنيها زبدة مش هتفرق، المهم كده من كل الجوانب مش بس في القاع. وبعدين تدهنيها كده يعني كويس جدا وترشيها بقى رشة دقيق كده كويسة،
وبرضو على كل حتة فيها لف الصينية كده بإيدك علشان كمان الدقيق يعني يغطي كل الجوانب ويبقى كده في قلب الصينية من تحت. طبعا اختاري أي شكل صينية موجودة عندك، مش شرط يعني مش شرط خالص نفس الشكل اللي أنا بشتغل بيه. بعدين بقى نفضي منها الدقيق كده الزيادة، وكده الصينية بتاعتنا تبقى جاهزة ومتبطنة. ولازم تسيبيها ترتاح على جنب كده علشان لما تيجي تقلبي منها الكيك تبقى متبطنة كويس واخدة راحتها، وكمان تديكي لون ذهبي جميل من تحت زي من فوق. هتعيري بقى 2.5 كوباية من الدقيق، اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات. انا دايما بستخدم دقيق سايب اسمه بشاير سنبلة الفرات، الضحى، اكياس، في انواع كتير جدا. اهم حاجة تشتري دقيق متعدد الاستخدامات بيكون عليه 72 استخراج 72%. خلي بالك كويس برضو، اوعي تملي الكوبايه وتضغطي عليها بالمعلقه، لان كده هتزودي كميه الدقيق من غير ما تحسي، وساعتها هتلاقي الكيكه بتاعتك تطلع مكتومه ومش زي ما انت عايزه. وضروري برضو تعايري بنفس المج او الكوبايه اللي عايرتي بيها كل المكونات. وطبعا قبل ما تنزلي بالدقيق على الخليط لازم برضو تنخليه كويس جدا علشان الكيكه كده يدخل لها هوا، وده برضو يعتبر سر من اسرار ارتفاع الكيكه اللي هيخليها تطلع خفيفه وعاليه جدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب كمان هتاخدي معلقتين كبار كده من النشا وتحطيهم على الدقيق. اوعي تستغني عن النشا خالص، بيدي للكيكه قوام وطراوه حقيقي مش طبيعيه. اكيد اللي متابعني دلوقتي وجرب معايا الكيكه في الفيديوهات اللي عدت عارف انا بقول كده ليه. الحمد لله بفضل الله، فضل طبعا حبكم ودعواتكم، الفيديوهات رايحه لنص مليون مشاهده ما شاء الله. هتحسي بقى بالفرق من اول مره تعمليها. وبما اننا عاملين الكيكه بالميه فزودتي معلقتين كبار لبن بودر. طبعا لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكله، تقدري تستغني عنهم، بس انا حبيت اعزز طعمها اكتر. لو حابه اصلا من الاول برضو تعملي الكيكه بالحليب بدل الميه يبقى تحطي كوبايه حليب وما تحطيش يعني لا ميه ولا لبن بودر، بس سخني برضو الحليب بتاعك حاجه بسيطه. وطبعا مش هننسى رشه الملح السحريه علشان تعادل الطعم. الرشه دي بتظبط طعم السكر جدا وبتخلي الطعم كده متوازن وجميل، فما تستغنيش برضو عنها. لما تيجي بقى تقلبي كل المكونات مع بعض خلي بالك قلبي في اتجاه واحد بس، يا شمال يا يمين، لكن ما تقلبيش طبعا بعشوائيه علشان الهواء اللي دخلناه ما يخرجش منك. احنا عايزين نحافظ طبعا عليه عشان الكيكه تفضل كده مرتفعه وجميله. نيجي بقى للخطوه اللي هتطير الكيكه معاكي كده لفوق وهتحسي كده ان هي طايره في الهواء. هتحطي كده معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر وعلى طول كده معلقه مليانه من الخل. هتلاقي كده قدامك بقى تفاعل وفوران خفيف كده، ده بالظبط اللي احنا عايزينه. ساعتها بقى تقلبي تقليبه خفيفه كده مش تقليب كتير. وعايزه اقولك يعني ما تحطيش برضو الباكو كله علشان لو زودتي مقدار البيكنج باودر ممكن الكيكه تعلى معاكي بسرعه وبعدين فجاه تهبط. انا بشوف دايما ناس بتستخدم الكيس كامل، والله غلط جدا. يعني هي كفايه معلقه واحده بس، لان كتره البيكنج باودر بيخلي الكيكه تعلى وتهبط مره واحده. لكن لو هتستخدمي كيك شيف حطي الباكو كله وبس كده. اول ما تحطي بقى الخل والبيكنج باودر ما تسيبيش طبعا الخليط كتير، على طول بقى نزليه في الصينيه ودخليه الفرن بتاعك على طول علشان التفاعل اللي حصل دلوقتي يعني ما يضيعش والكيكه تفقد بقى الارتفاع بتاعها. اي خله بقى كده او عصايه شيش طاووق او حتى حرف السكينه مفيش اي مشكله. يعني اعملي كده حركة عشوائية زي ما انت شايفة كده علشان الكيكة تطلع معاكي يعني عالية من كل مكان، ما تطلعش معاكي عالية من جنب وواطية من جنب التاني. وكمان الخطوة دي افضل بكتير من ان انت تخبطي الكيك بتاعتك. وافتكري طبعا ان احنا مشغلين الفرن اول ما حطينا الدقيق، وده مهم علشان لو الفرن برضو سخن كتير الكيكة اول ما هتدخل هتاخد معاكي صدمة وهتلاقيها تعلى بسرعة وفجأة تهبط منك حتى لو كل حاجة انت عاملاها مظبوطة. الفرن بتاعك درجة حرارته تكون 180 أو 170 على الرف اللي في النص من تحت بس. هتاخد معاكي تقريبا من 45 ل 50 دقيقة على حسب حرارة الفرن بتاعك. ما تشغليش الشواية ولا حاجة، لو احتاجتي في آخر 5 دقايق شغليها. أنا بالنسبة لي ما شغلتش الشواية وأخدت يعني لون ذهبي جميل جدا. انا عارفه والله ان انا اتكلمت كتير، بس صدقيني مع الخطوات والتفاصيل دي هتطلعي كيكه مش بس يعني تبقى عاليه ومنفوخه، لا ده هتبقى طعمها بجد حلو جدا وهتنسيكي اي كيكه دقتيها قبل كده. انا عامله معاكم النهارده كيكه في الفرن الكهرباء، عارفه ان انتوا سالتوني عنه كتير في الفيديوهات اللي فاتت لان ما شاء الله بتعجبكم التسويه جدا واللون الذهبي الجميل اللي بيطلع في الكيك ده. هو نوعه تورنيدو ما شاء الله جميل جدا جدا
وعايزه اقول لك يعني انا بستغرب بصراحه الناس اللي بتقلق تعمل الكيك في الفرن الكهرباء. لا بصراحه يا جماعه تسويته حلوه جدا ما شاء الله، وبيخلي الكيكه لونها ذهبي موحد وجميل زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، حاجه كده خيال. فلو انت هتعمليها في فرن الكهرباء زي ما قلت لك تابعيها، هتاخد معاكي من 45 ل 50 دقيقة، لكن لو هتعمليها في الفرن الغاز برضو مش هتتعدى ال 45 دقيقة. ولكن عينك عليها طبعا، والتسوية بتكون أعلى من النص بحاجة بسيطة، يعني ما تعليش النار قوي وما تهديش النار جدا، خليها كده وسط. آخر 5 دقايق شغلي بقى الشواية بتاعتك لو محتاجة. أنا بالنسبة لي ما شغلتش الشواية، هي ما شاء الله يعني حرارة الفرن أخدت لون وتسوية مظبوطة جدا. اختبرتها بالخلة طبعا وطلعت ما شاء الله نضيفة معايا، اللهم بارك، واخدة تسوية جميلة جدا جدا بجد، طراوتها مش طبيعية. شايفين بقى قد ايه لونها جميل، ابيض فاتح جدا جدا، بالرغم ان انا استخدمت سكر التموين. وما شاء الله بجد استخدمت كمان بيكنج باودر، بالرغم ان كلكم في التعليقات بتكتبوا ان البيكنج باودر بيغمقها. والله مفيش حاجة معينة بتغمق الكيك، هي طريقة الخطوات وترتيب الخطوات والحاجات البسيطة اللي بنتكلم عنها هي اللي بتفرق. صدقيني لو عملت اي كيك، مش شرط كيكة الليمون، ومشيتي على كل الخطوات بالترتيب، ان شاء الله هتعملي اجمل كيك حتى لو انتي مبتدئة واول مرة تدخلي المطبخ. زي ما انتم شايفين كيكة طراوتها مش طبيعية، خفيفة جدا، منعشة، قريبة قوي من الكيك الاسفنجية، يعني تقدري كمان تبيتيها لتاني يوم وتقسميها وتحشيها وتعمليها تورته، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. يلا بقى جربوها وارجعوا اكتبولي على الطعم والريحة زي ما انا متعودة منكم دايما، وانا واثقة انكم هتدعولي عليها من قلبكم. ما تنسيش بقى تشجعيني بلايك حلو من قلبك، وانا دايما معاكم بحب اسمع تعليقاتكم الجميلة وارد عليها. وكمان ما تنسيش تشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، علشان توصلك كل فيديوهاتي وتشوفيني على طول. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.